السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نشاركوا معكم رغيفات اللي كيجيو رائعين ومقرمشين وبمقادير بسيطه، فنتوكلوا على بركه الله. نبداو وفي نفس الوقت نشوفوا حتى المقادير. كناخذوا زلافه كبيره ديال الطحين فورس، كنغربلوها. راه كيجيو هادو لذاذين وكيجيو فنين زعما صراحه، وكيوجدوا بسرعه، يعني ما كياخذوش الوقت بزاف. فكنغربلوا هاد الزلافه هذه هكا، وكنزيدوا عليها المقادير الاخرى. عندنا شويه الملحه وشويه ديال السكر، طبعا السكر غير شويه والملحه على حساب القياس ديال الطحين اللي كاين. كنديروا معاها خماره ديال الحلوى ديال 16 غرام، قشور ديال الليمونه حكوكه، وكنزيدوا معلقه صغيره ديال الخل ومعلقه كبيره ديال المزار. المزار راه كيعطيهم واحد النكهه رائعه. صافي، وكنزيدوا معلقه كبيره ديال الزبده وكنخدموها مزيان هكا حتى كتدخل لينا الزبده في الطحين. صافي كنخدموها شويه وكنزيدوا عليها الماء، كنعجنوها عادي بحال العجينه العاديه، ما تكونش قاصحه وما تكونش مرخوفه بزاف وما كتسدلكش بزاف، يعني غير يتجمع لينا الطحين صافي كنغطيوها ونخليوها ترتاح. صافي بركه، ها هي موجوده على هذا الشكل. كنغطيوها بالسلوفه ونحطوها على جنب ترتاح. فاش كترتاح لينا كناخذوا النشا وكنخدموها بالدلاك بحال هكا. كنبقاو ندلكوها نخدموها بالدلاك، وفي نفس الوقت غادي نطويوها ونعاودو نخدموها. المهم هانتوما تشوفوا الطريقه معنا. مازال غنزيدو نطويوها. طويناها المره الاولى وخدمناها شويه، ودابا عاوتاني غادي نعاودو نطويوها. صافي دابا غادي نغطيوها ونخليوها مازال ترتاح شويه. صافي دابا من بعد ما ارتاحت عندنا العجين غادي نعاودو نخدموها بالدلاك، ما تكونش رقيقه بزاف. هذا هو الرق اللي بغينا. صافي دابا كنقطعوها بالجرار على هذه الطريقه هذه. كنحيدوا هاد الجناب اللي زايدين باش تقاد لينا العجينه. وحنا غنقطعوها بهذه الطريقه هذه، نقطعوها مربعات صغار.
كناخذوا الزيت كنديروا هذا السخن وكنقليو هاد الرغيفات هادو. ولا بغيتوهم يتنفخوا خاص الواحد يكون كيقلي وفي نفس الوقت يخوي عليهم الزيت من الفوق باش كيتنفخوا كيجيو خاويين من الداخل وكيجيو حتى مقرمشين. وصافي دابا ها هما وجدوا ملي كيتحمروا هكا كيولي اللون ديالهم ذهب كنحيدوهم نديرهم فشي شبيكه ولا شحال باش يتقطروا لينا من الزيت. كناخذوا العسل كندهنوهم على هذا الشكل هذا وكنزينوهم يا اما بزنجلان يا اما باللوز يا اما باي حاجه عندنا. وهذه هي هذا هو الطبق ديالنا ديال اليوم، راه ساهل ماشي شي حاجه وبسيط وكيوجدوا بالزربه صراحه. كيف كتشوفوا معنا راهم كيجيو مقرمشين ولذيذين. تجوا تحمقوا جربوها في داركم غادي يعجبوك لوليداتكم. هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر، مع السلامه.